السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد. اليوم وصفه جديده. بزاف من المتتبعات طالبوني باش نقدم هذه الوصفه. هاد المتتبعات اللي دائما كيقولوا لي عافاك قولي سمياتنا قبل ما تبداي لا فيديو، واللي كيصوروا الوصفات اللي كنقدم انا في القناه. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو عن الوصفات او التطبيقات ديال الوصفات ديال شهوات الشيف مريم اللي طبقوها كاع البنات او كاع المتتبعين ديال القناه. من بين هاد البنات اللي بغاوني نذكر سميتهم في لا فيديو كاينه الاخت اسماء من دمنات، كاينه ايضا الاخت خديجه من خريبكه، هند رانيا، ايضا الاخت اميمه سند من ليبيا، واكرام الياس حتى هي من ليبيا، الاخت ليلى من مراكش، ايضا الاخت عائشه من الدار البيضاء، وبزاف ديال الاسماء، الاخت فدوى من قلميم، الاخت رجاء من قنيطره، وبزاف ديال البنات. سمحوا لي ما ذكرت سميتهم، ان شاء الله مره اخرى نزيد نذكر الاسماء، راكم كثارين وشكرا على هاد المعزه اللي كتعطيوني. وش انا الصراحه كنبغيكم بزاف، كنشكركم بزاف حيت كتعطيوني بزاف الدعم باش كنزيد نقدم الوصفات، وكتشجعوني بانني نستمر ونقدم وصفات جديده في القناه. شكرا لكم بزاف صراحه. نهضروا الان سمحوا لي لا طولت عليكم. دابا غادي نهضروا على الوصفه اللي غنقدم لكم طريقه تحضير شوكولاته للدهن في البيت بمكونات طبيعيه. وبطبيعه الحال هاد الشوكولاته للدهن التي تصنع في البيت ليس فيها مواد حافظه، هذا هو الذي يميزها على الشوكولاته التي تباع في المحلات التجاريه. ايضا الثمن ديالها رخيص، يمكنكم استعمالها فقط بمكونات بسيطه. الاشياء اللي كنحتاجو عندي هنايا 150 غرام ديال الشوكولاط الاسود، عندي هنا 80 غرام ديال البسكوي، وعندي هنا 150 مليلتر ديال الحليب. 150 مليلتر ديال الحليب غتجيكم هي كاس ديال العنبه، كتجي 150 مليلتر ديال الحليب. وعندي هنا معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو. غادي نبداو طريقه تحضير هذه الوصفه. اولا غادي نسخن الحليب مزيان، كديروا البسكوي ديالنا في الكاس اللي غادي نطحنوه فيه. بالنسبه ل 80 غرام الا ما عرفتوش شحال، فانا استعملت هذا البسكوي جوج علب او جوج بموات من هذا، فغادي تعطيكم 80 غرام. الحليب سخنته مزيان، غادي نضيفو على هذا البسكوي باش يرطب البسكوي. غادي نخليه غير واحد شويه وغادي نطحنوه مزيان. في هذا الاثناء غادي ندير الشوكولاته ديالي في الميكرو اوند او في البان ماري باش غادي تذوب. غناخذ هاد القنينه الزجاجيه اللي هي غادي نوضع فيها شوكولا في الاخير. غنشد هاد قطع الشوكولات نوضعهم فيها، بما اننا عندي غادي ندوبها في الميكرو اوند دونك غادي تجيني ساهله. اللي غيستعمل الباماغي يمكن ليه يستعمل الكاسرونه ويذوبها في الباماغي، عادي يخويها في هذه القنينه اللي غادي يستعمل. غندير الشوكولاته هنا وغندخلها الميكرو اوند حتى غادي يذوب هذا الشوكولات. بالنسبه للطريقه كيفاش كندوبوا الشوكولاط في الميكرو اوند، فكندخلو كنديروا له واحد تقريبا 30 ثانيه وعلى حسب نوعيه الميكرو اوند اللي عندكم او المارك اللي عندكم. كنخرجوه كنحركوه مزيان، كيكون يلاه غير داب شويه، كنحركوه وكنعاودوا نرجعوه، ومني كنجبدوه دائب مزيان. هذا هو الشوكولاط بعد ما ذوبته في الميكروويف. وها الخليط ديال الحليب مع البسكوي اللي كنت درت. دابا غادي نضيف هذيك بودره الكاكاو اللي درنا، وغادي نخلط الشوكولاط مع بودره الكاكاو. كتعطي واحد المذاق صراحه جميل بزاف في هذه الوصفه. غادي نبدا نضيف البسكوي مع الحليب، وغادي نبدا نخلط كل من الشوكولاط مع البسكوي مع الحليب، نخلطو مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيف كيجي الشكل ديالو، كيجي صراحه لذيذ، وخصوصا الوليدات الصغار كيعجبوهم بحال هاد الشوكولاط، كيعجبهم بزاف. صوبوا لهم هاد الشوكولاط ما فيهش مواد حافظه وحتى اقتصادي صراحه، مكونات بساطين. كنبقاو نخلطو كما كتلاحظوا معايا. الان كتبان لكم سائل هاد الخليط، ولكن بعد ما غنوضعوه في الثلاجه لمده 4 سوايع عاد يمكن لينا ديك الساعه نستعملوه.
بعد 4 سوايع فكيولي هذا الخليط متماسك وكيمكن لينا نستعملوه. غادي نحركوا هذا الخليط ديالنا صافي بحال ما هذا الشكل. غادي نوضعوه في الثلاجه لمده 4 سوايع حتى غادي يبرد وغادي. اتمنى ان تكون قد اعجبتكم هذه الوصفه. شكرا على تتبعكم. اذا اعجبكم هذا الفيديو ما عليكم فقط عمل جيم لهذا الفيديو وبارطاج ليستفيد منه الجميع. يمكنكم الاشتراك في القناه للتوصل في جديد القناه وذلك بالضغط على زر ابوني. شكرا على تتبعكم. للمزيد من الوصفات زوروا الموقعين chefmariam.com ايضا موقع shewati.com. الى اللقاء الى فيديو قادم وحلقه قادمه باذن الله.